الكريم، أولا هؤلاء المتسلفون الذين اخترعوا دينا جديدا يخالف ما عليه صيح الإسلام، وأخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خوارج الزمان، فقال فيما صح عنه: سيخرج في أواخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يأتين مروق السهم من الرمية، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم. فقال حذيفة: يا رسول الله صفهم لنا. قال: من بني جلدتنا ويتكلمون بلساننا. قال: ما أصنع إن أدركني ذلك؟ قال: عليك بإمام المسلمين وبجماعتهم. قلت: إن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة؟ قال: اعتزل تلك الفرق ولأن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومعروف أن المتسلفة بفصائلها الدعوية والحركية والتدميرية التي فرخت جماعات العنف الفكري وجماعات العنف المسلح لا تحمل ودا لأهل القبلة، يكثرون الإخوان، فتاوى وأقوال علماء المسلمين في جماعة الإخوان المسلمين يذكر لنا بس اسم واحد سلفي كفر الإخوان المسلمين يا شيخنا. وهؤلاء يكفرون الأزهر الشريف ويقولون عن الأزهر أن عقيدته أشعرية فاسدة، يحكمون على العلماء بفساد وزيغ العقيدة، ويكفرون الصوفية، ويكفرون ما بقى أحد على ظهر الأرض إلا كفروه وسفهوه، لا يحملون إلا الضغائن والشحناء، ويوقدون الفتن في بلاد الإسلام. وهؤلاء سينقلب السحر على الساحر، هم خوارج هذا الزمان، والوقائع تشهد. انظر إلى قنوات المتسلفة الفضائية، لا تجد إلا السباب والشتائم، تجد نحش الأعراض والتطاول على العلماء وتنقيص واحتقار المسلمين. انظر إلى الجباح المخضبة، الوجوه العابسة، وإلى الألسنة المنسلتة. هؤلاء لا يملكون لمصر ولا للأزهر ولا للمسلمين أي وزن. وهناك من الوثائق التي تدمغ وتدين هؤلاء. نعم. خرج من عباءتهم طلبان والقاعدة وطوق حرام في نجد، وما يحدث في شمال مالي، وما يكتوي به المسلمون الآن في وليبيا وفي مصر، ويناصبون الكل العداء. فهؤلاء المتسلفة الخوارج أخبر بهم وحدد أوصافهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يسعون إلى إضعاف الأزهر. وانظر إلى الشهيد الذي سرد أو يقال أنه سرد، وماذا سياسة البرهاني عن شيخ الأزهر وعن الأزهر وعن مؤسسة الأزهر. هذا أمر لا يحتاج إلى دليل. أما جماعة الإخوان القطبيين فلا يخلون عنهم. والحادثة الأخيرة في تسمم بعض طلاب جامعة الأزهر أماطت اللسان وكشفت النقاب عن النوايا السيئة الخبيثة للكيد للأزهر ولشيخ الأزهر ولرموز الأزهر الشريف. نحن هؤلاء القوم وضعوا جدارا بيننا وبين الناس في المساجد وفي المعاهد، وشوهوا صورتنا ورمونا بكل نقيصة واتهمنا بكل بهتان نشكوهم إلى الله عز وجل. ولكن الذي أظهر فضائحهم، والحمد لله الذي أعلم قبائحهم، والذي هم الآن كل الناس يعرفون من هم المتسلفة الذين يتلقون عن خارجيا هائلا ليكيدوا لمصر. طيب. ليسحبوا البساطة من تحت قدميها في العالم الإسلامي كقائدة حتى ينتقل هذا إلى أولياء نعمتهم. ينتقل هذا إلى أولياء نعمتهم. نعم. فضيلة العلامة، السؤال هل يخطط شيء ما اليوم لفضيلة شيخ الأزهر؟ يا أخي، المتسلفة هؤلاء يكرهون الأزهر كراهية عمياء،
ويكرهون رموز الأزهر ويسعون إلى ليس إضعافه ولكن إغلاقه تماما لتنتقل الريادة إلى الدويلات التي تنفق عليهم، والنفقة ستكون عليهم حسرة في الخليج. طيب. وأنا لي كتاب الآن فتنة التكفير، وهناك الحقائق بالوثائق. أنا أقول أنا لا أقصد الأخ الذي يجلس معك، ولكن أنا أقول كلاما عاما. نعم. هل يجرؤ المتسلفة أن يصدروا بيانا علنا أن علماء الأزهر الشريف مؤمنين مسلمين وأن عقيدتهم سليمة؟ أتحدى أي رمز متسلف تنطق عليه السعودية أو الكويت أو قطر أن يخرج إلى العالم ويقول هؤلاء يأكلون خبزا وسبوبة على أنهم ينشرون التوحيد في مصر، كأن مصر بلد مشرد، ويأكلون على بالوكالة عن المعارضة الوهمية. فضيلة العلامة الشيعة هناك في السعودية لماذا لم يشيعوا السعودية؟ وهم في الإمارات لماذا لم يشيعوا الإمارات؟ وهناك في قطر لم يشيعوا قطر. لكن هؤلاء المتسلفة يعني لا يعيشون إلا على سبوبتين: نشر التوحيد في مصر بدل من العقيدة الأشعرية الفاسدة الأزهرية كما يقولون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والآن يقولون أنهم ضد الشيعة. هل نحارب نحن الشيعة بالوكالة عن الخليج في خصومة سياسية مع إيران؟ لا شأن لنا بهذا يا أخي. فضيلة العلامة بهذا. لكن هذه معارك يفتعلونها هؤلاء المتاجرون بالدين، فضيلة العلامة على الدين، الذين غيروا دين محمد وغيبوا صحيح الإسلام وجعلوا التوحيد ثلاثيا وجعلوا إلها مجسما وأسكنوه في السماء وجعلوا له مسافة ومساحة ونفوا خلود النيران إلى آخر ما روجوه من خزعبلات. فضيلة العلامة، السؤال الذي أود أن أطرحه: كيف تفسر هذا الفوز الكاسح لطلاب الإخوان في الأزهر الشريف؟ كيف تفسر هذا الفوز الكاسح لطلاب الإخوان المسلمين في اتحاد الطلبة في الأزهر الشريف؟ لأن التيارات الأخرى لم تتقدم كمنافس. انتخبوا أنفسهم لعدم وجود أحد لأنهم يعرفون. ألا يعتبر ذلك دليلا أن الجيل الجديد من الأزهريين هم أصبحوا من الإخوان المسلمين؟ اسمع يا أخي، أنا لا أنفي أن هناك اختراقا من المتسلفة الوهابية ومن إخوان القطبيين في وإحقاق هائل يا أخي. يكفي أن هؤلاء الأشياخ المتسلفة يرسلون بسيارتهم إلى طلاب المدينة الجامعية بمدينة نصر ليمنعوهم عن سماع خطب الجمع لأساتذة جامعة الأزهر وينقلونهم إلى أشياخهم الدخلاء الأدعياء ليكونوا وقود فتنة في مصر وفي العالم الإسلامي. ما صحة اتهامك بأنك متشيع فضيلة الشيخ؟ يا أخي أنا رجل مسلم، لا أتعصب لسنة ولا شيعة ولا إباضية، كلها اصطلاحات سياسية لا علاقة لها بالإسلام. وأنا بفضل الله ثقافتي أزهرية حتى النخاع، والأزهر الشريف منذ أن أذن الله بخدمة الإسلام من 1100 عام، أكثر من ثلثي عمر الرسالة المحمدية، لم يوجد أزهري واحد شيعي. لكن هذه اتهامات يروجها هؤلاء المتسلفة. هناك سؤال من الشيخ وليد إسماعيل لحضرتك. هناك سؤال من الشيخ وليد إسماعيل لحضرتك. تفضل يا أستاذنا. لو سمحت، أنت حضرتك اتهمتنا بأننا خوارج. ما معنى كلمة خوارج يا أستاذ أحمد كريم؟ لا يعجزون عن الردود العلمية. ما معنى كلمة خوارج يا أستاذنا؟ على العلماء يا أستاذنا، ما معنى كلمة خوارج اللي حضرتك قصدتنا بيها؟ أناس لا يوقرون هل تكفر السلفية؟ نشكوهم إلى الله عز وجل. يا أستاذنا يا شيخنا، حضرتك تكفر السلفيين الآن بمعنى كلمة خوارج؟ قل هذا الرجل لا يقاطعنا ويتعلم الأدب. سبحان الله، أنا تركته حتى انتهى. ولكن ألا يتعلم الأدب والحوار؟ ألا يحق له الرد؟ إذا كان أشياخ لم يعلموا نحن نعلمه. ولكن يا فضيلة العلامة، لا يحق له الرد على ما اتهمتهم به؟ لا يحق. كيف لا؟ سبحان الله، لا يقاطع الشيخ أشياخه. هؤلاء انت شيخنا فوق راسنا، ولكن ليه الحق في الرد؟ أنا أعتب على الشيخ محمود عاشور كيف يجالس هؤلاء.
يا شيخنا يا شيخ احمد، يا شيخ احمد بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا على تكفيرنا، ولكن لي سؤال واحد، اذكر لي اسم عالم مشهور كفر الاشعريه. طلع بيان كده، طلع بيان. اتفضل طلع بيان. اتفضل. بص انا اجابه السؤال بسؤال افلاس، اجابه السؤال بسؤال افلاس. لو سمحت قل لي عالم مشهور من الدعوه السلفيه كفر الاشاعره. العالم ده مين هو؟ في السلفيه عندها علماء، ده عندها شويه جهله. هو من شويه قال لك ان انتوا كفرتوا الاشاعره، انتوا كفرتوا الصوفيه، انتوا كفرتوا، انتوا خوارج. هل معنى كلمه خوارج اننا نحن كفار؟ انتوا خوارج. معنى كلمه خوارج يعني ايه؟ خرجتم عن السواد الاعظم، يعني لسنا بكفار. انتم تقولون انكم الفرقه الناجيه، لسنا بكفار. اذا يا استاذنا لو سمحت، مش عايز يسمع ومش عايز يجاوب. فضيلة عايز يسمع ومش عايز يجاوب. واين باقي المسلمين؟ فضيلة ما معنى كلمة خوارج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فضيلة العلامة الدكتور أحمد كريمة، فضيلة العلامة شكرا الله في المسلمين. يا أستاذ شيخنا الشيخ محمود. فضيلة العلامة الدكتور أحمد كريمة، شكرا لك على هذه المداخلة. شكرا لك انكم عاجزين عن الردود يا أستاذنا. شكرا لك على هذه. ما معنى كلمة خوارج؟ المداخلة. خرجنا على إجماع الأمة. هل مؤسسة الأزهر هي إجماع الأمة؟ أنا أرى كده، وبعدين هو له تفسيره على آيات. يعني أنت حضرتك تخالفه في إن إحنا خوارج العصر؟ نعم. أنا بقول خرجتم على إجماع الأمة. لا، أنت تخالفه في أننا نحن خوارج العصر. لا، ما خالفوش. أنا ما توقعش بين لا، هو دلوقتي طبق علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو في ذلك. يعني أنت تخالف أم تؤيده؟ يسأل هو في ذلك. أنت تخالف أم تؤيده؟ طبعا ده على طول الخط بأيده. يعني نحن خوارج على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت خرجتم على إجماع الأمة. في فرق ما بين خرجتم على إجماع الأمة وفي فرق إن هو يطبق علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نحن المذكورون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنا بسأل حضرتك أنت. لا مش هرد. فاصل إعلاني. بعد الفاصل نتابع باقي الانتقادات والردود التي سجلها الشيخ وليد إسماعيل على أقوال وما جاء على لسان الشيخ محمود عاشور. ابقوا معنا.